خلاص انت هنا وانا هنا، ولا اسمع منك حاجه ولا افهم منك ولا عايز منك حاجه. معنى تحارب تكوين عشان تحرر القدس، عشان نفسك. تمام، معاك فلوس الدنيا وما فيها، اخرك ايه؟ هتموت عليك مليون ذنب، يا لهوي مليون ذنب. انا جاي اقول كلمتين بس والله عشان الموضوع بقى زياده، يعني اللي هو موضوع اوفر ايه بس. الموضوع خانقني حوار تنظيم تكوين. تمام. عايز اقول حاجه، سيبك ما عليهم، هم اكبر حاجه واكتر حاجه عايزين يعملوها عليك ان انت تسمعهم بس. انا هعمل كده اعلانات بملايين عشان تسمعني. اول ما تسمعني ممكن اخش لك في حته هتلمس معاك، حته في البخاري، حته مش عارف حته، فانت دماغك تقول ازاي مش عارف ايه، فانت هيبدا ياخدوك في الطريق بتاعهم. بس اكتر حاجه صدهم هو بلوك معنى حرف. ده حوار تكوين. بس تاني حاجه، انت عشان تحارب تكوين، عشان تحرر القدس، عشان نفسك قبل اي حاجه، قبل اي حاجه. انت يا باشا انت مش دايم في الدنيا، انت وقت خدت 50 سنه، 100 سنه، 200 سنه، معاك تريليون دولار. تمام، معاك فلوس الدنيا وما فيها، اخرك ايه؟ هتموت. الفلوس اللي عملتها اللي عشت طول عمرك تموت وتتعب وبتاع عشانها، خلاص سبتها يا باشا، مش هتاخد معاك حاجه والله العظيم. فعلا هو ده الصح اللي هيفهم الكلام ده. يا باشا جاي عشان تطيع ربنا، انا يا باشا هشتغل عشان ارضي ربنا، عشان ربنا يكرمني بالحلال واساعد نفسي وابني اسره بالحلال واعيش حياتي بالحلال واساعد الناس بس. انا مش عايز حاجه تاني، ولا عايز مليارات ولا عايز ملايين، ولا كلها هتسيب. بس أنا عملت فلوس الدنيا كلها معاك انت بس، معاك جاي ماذا بعد؟ هاخد لك وقت والله وهتموت، والله العظيم انت هتموت وانا هموت وكلنا هنموت بالمعنى الحرفي يا باشا. بس الفيديوهات اللي هتنزلها انت فيها اغاني، الحمد لله ربنا هدينا، الحمد لله ربنا وربنا يثبتني. فيها اغاني، بعدين ما انت هتموت والاغاني دي هتقعد لك والله صح. يعني مش جامد انا منزل له اغنيه، انا لقيت فرحان فهنزل له اغنيه بعدين والله ولا اي حاجه. الاغاني هتقعد عندك يا باشا. انا سمعتها، انا كنت انزل اغاني وكنت مبتلى بيها والله العظيم، كنت اقول ازاي عم بطلها، والله اقول ازاي يا عم ده الاغاني ده واحد ابقى زعلان اسمع الاغنيه يفرفش مش عارف، ما فيش والله الكلام ده الحمد لله يعني. فعديت تبص لنفسك هتلاقي الاكونت مثلا بتاع نزلت لك حق ستوري بس اللي هو مثلا 20 ثانيه، يا عم ستوري 20 ثانيه ستوري طبيعي. في اغنيه في حته حلوه، احلى حته في الاغنيه اللي هتبقى في ال 20 ثانيه دي، فانا عجبتني خش نزل الاغنيه 3 دقائق 4 دقائق، كل ده منك انت الذنب. انا ما كنتش نعرف الاغنيه، انت عرفتني عليها، فانا كل ما اسمعها انت هتاخد ذنب. انت متخيل كده ذنب؟ نزل تيك توك، انت تخيل مثلا فيديو تيك توك نازله كده عادي، نازله بالحب يا باشا، معايا كام ميجا فاضيين، نزل فيديو على التيك توك، فالفيديو يا باشا جاب مليون. انت متخيل؟ بدون ذنب. ممكن في اي لحظه وانا قاعد جاي ممكن وانا مسجل فيديو ممكن اموت، انت ممكن وانت قاعد تموت، انت عليك مليون ذنب حسب عشان اغنيه بس. اللي هو يا باشا والله العظيم الحياه دي دافع، والله الحياه دافع ومش سهله كلها دي. باشا امشي صح، امشي على اللي ربك قالك، يعني ربنا قالك امشي كده، امشي كده على طول، ما تروحش كده وتقول تعمل كده، لا امشي يا باشا على طول، امشي زي ما قال لك ربك. يعني انت مش هتكون يعني والعياذ بالله يعني فيك ذره علم من ربك، يعني ربنا خلق، عارف انت هتمشي ازاي، خلقك ازاي وعارف ازاي، فقال لك انت امشي كده يا باشا. يا باشا والله الطريق صعب، من الطريق الصعب انت قال لك انت تمشي. هل انت حققت اللي انت عايزه؟ لا. ما حققتش برضه، لا سيبك. التحقيق ده مش بايد ربنا، انا يا دوبك هنمشي، انا سعيد نطور من نفسي بس. عندنا كل اخر حاجه بس، عايز تغير من نفسك، غير من نفسك والله، هو ده اللي هتعمل. تحارب ازاي الناس دي، وهتحارب ازاي كل اللي حواليك، كل المحبطات بنفسك. الدنيا هتتغير، هتحرر القدس بنفسك، تبدا بنفسك. انا هبدا بنفسي، انت هتبدا بنفسك. لما كل واحد يبدا بنفسه خلاص يا باشا كده الدنيا تمام والله العظيم. فعلا ان انا كويس، انت كويس، ده كويس، ده تمام كده كلها هيبقى كويسين، فكل ماشي صح لما تبدا بنفسك. انما يا باشا نقول لك لا طب ما ده وحش، لما كل يتعدل، لا يا باشا عدل نفسك، مالكش دعوه بحد. انت اللي هتموت مش هم، فاهم؟ هم هيموتوا بعدين او يموتوا قبليك ما تعرفش. انت عليك في نفسك الجد. انت يا باشا غير من نفسك، انزل جيم. لما تنزل جيم وتطور من نفسك وتفهم دينك، تفهم دينك ازاي، تسمع سيرة، لا تبقى واعي بدينك من الناس الصح، مش واحد مش قادر يحمل المنطقة بتاعي قبل حملها هيجي يعلمني دي. متخيل الهبل والهطل بس. بس والله يعني ولو الفيديوهات دي شفتها يعني والواحد ما كانش عايش فيما بعد، يعني الله اعلم هيعيش ميت ولا يموت، فادعي لي يعني، ادعي لنا ربنا يكتبنا الجنة يا عم، مش معنى انا وانت والناس كلها في الجنة ان شاء الله. ربنا يهدينا ويهديكم.